يا هلا بحبايبي، البارحه جتني شكوى على الفستق. راح اسوي سوايه بالفستق، راح اعاقبه عقوبه اخليه يدحرج كيلو متر. الفستق ليش جتني البارحه شكوى عليه؟ اعتازيت فستق عودت، فرحت اخذت من السوق. اخذت فستق يقولون درجه اولى، انا ضقته ما بي شيء، طلع في مروره بالشغل فصار مر. بس رحت جبت الفستق اللي اشتغل على الفستق الاحمدي، تمام، وسويت خبه بالحليب، نفس الحليب مالته، ويا الخبطه زيدت خبطه بعد ثانيه خاصه للفستق. بس راح اجربه واشوف طعمه. حبايب قلبي، هسه طحنا الفستق، قسمناه 3 مجموعات على كل بلان قياس. تشوفوا له كميه الفستق، خير وبركه، الف عافيه، خلي ياكلون. طبعا نضربه بالمضرب الكهربائي وراه نطلع من الديس ونعطيكم الخبطه الجديده، شيء خرافي. هسه خلصنا الفستق، هسه نجي نضرب. وامانه طعم مخيف، بامانه هذا الفستق والله العظيم اول مره اشتغل هيك فستق. ليش؟ لان زبون واحد اشتكى لي، وللمصلحه من واحد يشتكي لكم، اي زبون يشتكي لكم اطلب شكوى، حتى لو واحد بس، انا بس واحد اشتكى لي، قلبت معدة الفستق، عاقبته والله عاقبته، دخلت انضباط، غيرت شهره الفستق. هسه الفستق والله قفلت ملف الفستق، تحدي هذا. انا يجيبوه ويبقى بغير مكان، اذا اكو اطيب منه انا خسرت كل شيء، ورحم الله والديك اشتكيت، لان انا كلش اخذ نصيحه الناس او شكواها. انا اقدر اطور شغلي وانا بخدمتكم.